الهيئة الكروية الدولية. حث مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو كافة لاعبيه على ضرورة التكثيف من التسديدات صوب مرمى الحارس الخضر وهاب رئيس بولحي تحسبا للمباراة المقبلة التي ستجمعهم الأحد. وفي السياق المتصل كان مدرب كوريا الجنوبية قد أخضع لاعبيه لسلسلة من القذافات صوب المرمى في الحصتين التدريبيتين الأخيرتين والتي قاربت الساعة من الزمن حسب ما أشارت إليه وكالة يونهاب المحلية، حيث دعا ميونغ بو كافة عناصر تشكيلة محاربي طيجوك لتجريب حظها في اللقاء الأحد أمام المنتخب الوطني فور الوصول إلى الحدود الدفاعية للخضر. جدد الاتحاد الإسباني ثقته في ديل بوسكي مؤكدا رغبته في استمراره في هذا المنصب رغم الخروج المبكر للماتادور من مونديال البرازيل. الأمين العام للاتحاد الإسباني خورخي بيريز قال أن هيئته ستحاول إقناع ديل بوسكي بالبقاء في منصبه إذا قرر الاستقالة. بيريز كشف أن الاتحاد الإسباني لم يتحدث مع ديل بوسكي حتى الآن عن هذا الأمر، ولكنه سيستمع له بعد عودته إلى إسبانيا، مؤكدا أنه لا يوجد أفضل منه للاستمرار مع الماتادور. وفي أخبار المونديال دائما كوستاريكا في الدور الثاني من مونديال البرازيل، إيطاليا ترهن حظوظها وإنجلترا تودع بلاد السامبا من الدور الأول، والديك الفرنسي يطير عاليا إلى الدور الثاني. هذه هي أبرز العناوين التي طغت على مباريات أمس ضمن المجموعتين الثالثة والرابعة. تفاصيل أكثر مع عبد الجبار بن يحيى. كل شيء أصبح ممكنا في المجموعة الخامسة. الأزرق الشاحب الأزوري يعجز عن استغلال الفرص العديدة في مباراته ضد منتخب كوستاريكا المتألق والعنيد المتأهل مباشرة إلى الثمن النهائي. الديوك الزرقاء لم تحسم بعد تأهلها رغم عرضها القوي الذي قدمته ضد سويسرا 5 أهداف مقابل 2 بعد فوز الإكوادور على هندوراس الذي كان سباقا إلى التسجيل قبل أن تعود كتيبة التريكولور في النتيجة ب2 مقابل 1. هذه هي المرة الثامنة منذ بداية البطولة التي نشهد فيها مثل هذه العودة في النتيجة. ملعب أرينا فونتينوفا شهد ألعابا نارية في سلفادور، استعراضات بألوان مختلفة بعد أن سحقت الكتيبة البرتقالية لاروخا ب5 أهداف مقابل 1 يتيم، وسقوط البرتغال أمام الماكينة الألمانية ب4 أهداف. جاء الدور على الديوك الزرقاء التي تكت الشباك السويسرية ليصل مجموع الأهداف المسجلة في 3 مباريات في هذا الملعب إلى 17 هدفا. في المقابل لم يرى استاديو داس دوناس الملعب الآخر الوحيد الذي استضاف أيضا 3 مباريات شباكه تهتز سوى في 4 مناسبات. بعد تأهل هولندا، تشيلي، كولومبيا، جاء الدور اليوم على منتخب كوستاريكا الذي ضمن التأهل إلى الدور الثمن النهائي، الحلقة الأضعف لعبت في المجموعة الرابعة دون أي مركب نقص ضد الأزوري. هكذا تحولت مجموعة الموت إلى مجموعة الحياة بالنسبة لمنتخب كوستاريكا. الإنجليز يغادر البطولة مبكرا في مشاركته التي تحولت إلى نذير شؤم، وسيلعب مباراته الأخيرة من أجل الشرف ضد كوستاريكا في محاولة لإنقاذ ماء الوجه قبل العودة إلى الديار. أما في مباراة اليوم فسيتواجه منتخب الطانغو أمام نظيره الإيراني ضمن المجموعة السادسة في مباراة يرد من خلالها رفاق القائد ميسي حز عبور مبكر للدور الثاني، وتلعب نيجيريا أمام إيران في مباراة لرد الاعتبار لبطل إفريقيا، وستصطدم غانا بالماكينة الألمانية التي تبحث عن تأهل عاجل قبل مواجهة البرتغال في آخر جولة ضمن المجموعة السابعة. مباراة اليوم يقدمها لنا مرة أخرى عبد الجبار بن يحيى. مباريات اليوم قمة في الإثارة، لحظات تحبس الأنفاس، جريح يحاول التعافي، أبطال جدد يتقدمون إلى الأمام،
في مواجهة مباريات كأس العالم في بلاد سامبا. التانغو الأرجنتيني ضد إيران برنس أوف بيرشيا في ملعب مينيراو ببيلو هوريزونتي. الماكينة الألمانية ضد نجوم غانا السوداء في ملعب كاستيلاو فورتاليزا. نسور نيجيريا ضد التنين البوسني في ملعب أرينا البانتانال كويابا المحلية. بعد الفشل المزدوج لإسبانيا يدخل المنافسان الرئيسيان للبرازيل مجددا إلى حلبة المنافسة. ألمانيا حققت فوزها السابع على التوالي في مبارياتها السبعة الرسمية الأخيرة في تصفيات ونهائية كأس العالم، في حين تخطت الأرجنتين منافستها البوسنة والهرسك بصعوبة، هدفين مقابل هدف واحد بفضل هدف لليونيل ميسي. سيكون المنتخب الألماني مرشحا للتغلب على غانا الجارحة في مباراتها الأولى ضد الولايات المتحدة. المانشيف تغلب على منافسه في المباراتين اللتين جمعت بهما حتى الآن. مواجهة نارية بين الأرجنتين وإيران التي لم تفز في مبارياتها الخمس الأخيرة، 3 هزائم وتعادلين 2 منذ إنجازها ضد الولايات المتحدة عام 1998. ماكينة الأهداف البوسنية تعطلت خلافا لما كانت عليه الحال في التصفيات، وقد يكون منتخب نيجيريا ضحية نظيره الأوروبي. المنتخب الإفريقي الطائر يبحث عن أول فوز له في آخر 9 مباريات في النهائيات. ومن أخبار البرازيل إلى أخبارنا المحلية، حيث يقترب لاعب وسط ميدانه الهجومي لشبيبة الثورة قدور بالجلالي من الالتحاق بالنجم الساحلي التونسي خلال الساعات القليلة القادمة، حسب آخر لقاء لمسير هذا النادي ومناجير اللاعب الذي اتصل صبيحة الجمعة بأحد أعضاء مجلس إدارة شبيبة الثورة المكلف بتحويل قدور بالجلالي للاحتراف في البطولة التونسية، حيث أكد لشروق نيوز أن صفقة تحويل هذا اللاعب تقدر ب 370 ألف أورو. كما تم الاتفاق أيضا على إضافة بند آخر للعقد يقضي بإمكانية حصول فريق الثورة على نسبة 30% في حال تحويل هذا اللاعب إلى فريق آخر. وبهذا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية النشرة الرياضية لظاهرة اليوم. طبتم وطاب مسمعكم، في أمان الله. مع عرض ليبرتي 1 للجيزيكار ب 99 دينار فقط استفيدوا من 120 دقيقة مكالمات مجانية نحو شبكة جيزي من منتصف الليل إلى 6 مساء. جيزي، مرحبا بالغد. جيزي يقدم لكم الأحوال الجوية. جيزي، مرحبا بالغد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا بالنسبة لهذه الظهيرة إن شاء الله تبقى الوضعية الجوية بدون تغيير، دائما طقس جميل ومشمس يميز معظم أرجاء الوطن، خاصة على المناطق الساحلية الوسطى والغربية، مناطق الداخلية والهضاب العليا، شمال الصحراء الوسطى، وكل المناطق الجنوبية الغربية للبلاد. فقط نرتقي بعض السحب العابرة في بعض الأحيان على المناطق الساحلية الوسطى، أيضا بعض السحب العابرة متبوعة لبعض الخلايا الرعدية المنعزلة يتهم أقصى الجنوب الجزائري، وأيضا على مرتفعات الهوغار وطاسلي. كما نرتقب إن شاء الله أيضا بعض الزوابع الرملية الموسمية تنشط على الصحراء الوسطى وعلى جنوب منطقة إليزي. هذا دائما راجع إلى رياح معتدلة إلى قوية محليا. فيما يخص درجات الحرارة المنتظرة لظهيرة اليوم إن شاء الله نسجلوا كأعلى مقياس 45 درجة على برج فرجي مختار، عين قزام، تيميا، وينتين، زواطن، وأيضا على أدراس، تميمون، عين صالح، وحتى على رجال. بينما 36 على تمنراست، 40 درجة تسجل على جانات، 44 درجة على الخط اللي يربط إليزي، أيضا على